أهلا وسهلا بكم مستمعين الأفاضل أينما تواجدتم. أسعد الله قلوبكم وأسركم بكل خير. أبث لكم تحياتي القلبية من بلد 1,500,000 شهيد الجزائر عبر أثير راديو نجوم المحطة من أم الدنيا مصر العزيزة، وتحت شعار راديو نجوم المحطة، راديو بطعم الحياة. أتمنى أن تنعموا بحياة سعيدة ملؤها النجاح، المودة والرحمة، الصحة والعافية. أعزائي، ألقاكم أنا هبة نحالي عبر برنامجكم هذا المخصص للمرأة، حيث نسلط الضوء على موضوع مهم جدا، وهي المساهمة الفعالة للمرأة في المجتمع ونجاحها رغم الصعوبات والتحديات. وعلى رأي البعض، المرأة مكانها المطبخ، وكما نقول بالجزائر بلاستيك في الكوزينة. فقد اخترت هذه العبارة عنوانا للحصة لنرى مع بعض هل ذلك صحيح حقا أم لا. ولإبراز مكانة المرأة ومكانها، فقد استضفنا ملهمات وضعت كل منهن اسمها في قائمة العظماء لتكون نجمة في سماء واسعة الجميع. أعزائي المستمعين، فاصل قصير ونعود إليكم. عدنا إليكم مستمعينا، وراديو نجوم المحطة، راديو بطعم الحياة. وفي أول رسالة، كريمة تهامي من ولاية تلمسان الجزائر تشاركنا تجربتها، فلنستمع. معكم الكوتش كريمة تهامي، صاحبة مؤسسة تهامي للتعليم والتكوين المهني، متحصلة على شهادة ماستر محاسبة وجباية وشهادة ليسانس محاسبة مالية من جامعة أبو بكر بالقايد تلمسان، مدربة مدربين رائدة في مجال مربية أطفال ومسيرات الروضة، متحصلة على شهادة تقني سامي تسيير وإدارة موارد بشرية، وأيضا متحصلة على العديد من الشهادات والدبلومات التي كانت دائما داعمة لي في مجال تنمية وتطوير مهارات الفرد، متحصلة أيضا على شهادة أفضل 100 مدرب في الوطن العربي، وكما أنني أيضا مدربة لأزيد من 3000 متدرب ومتحدثة تحفيزية. مشروعي أنا هو مؤسسة تعليم وتكوين المسماة بمؤسسة تهامي للتعليم والتكوين المهني. هي مؤسسة رائدة في مجال تقديم دورات التعليم والتدريب المهني على يد فريق متخصص ومؤهل. تأسست المؤسسة برؤية واضحة جدا لرفع مستوى مهارات وتطوير قدرات الفرد في مجالات متنوعة. تتميز مؤسسة تهامي بتقديم برامج تعليمية عالية الجودة تلبي احتياجات السوق وتمكن المتدربين من تحقيق أهدافهم المهنية. وفي نهاية كل دورة تكوينية تمنح المؤسسة شهادة معترف بها من طرف الدولة تمكن المنتسبين إليها بالدخول إلى عالم الشغل بكل بساطة. وأيضا تتضمن برنامج متكامل جدا فيه العديد من التخصصات مثل الخياطة والتفصيل، صناعة الحلويات، الإعلام الآلي، السكرتارية، تسيير وإدارة الموارد البشرية والمحاسبة، ومربية أطفال ومسيرة روضات، تدريب المدربين وتعليم اللغات. هذه هي التعريف المبسط المختصر لمؤسسة تهامي. كانت معنا أعزائي المستمعين كريمة تهامي، نجمة متألقة في سماء العظماء. نتمنى لك عزيزتي كل التوفيق والاستمرارية. أعزائي المستمعين، نلتقي في عدد مقبل، وراديو نجوم المحطة، راديو بطعم الحياة. إلى اللقاء.